أهلا أصدقاء السينمائيون، فيديو اليوم هو مراجعة المسلسل النقيب بدون حرق للأحداث، ويلا بينا. مبني على قصة واقعية. هاي الجملة القصيرة كانت دائما تجذبني بالأعمال السينمائية سواء أفلام أو مسلسلات، ومسلسل النقيب واحد من هاي الأعمال، فهو مبني على قصة واقعية. ضابط الاستخبارات والشهيد العراقي البطل حارث السوداني، اللي بفضله وبفضل تضحيته قدر ينقذ هواي ناس من الانفجارات والأعمال الإرهابية اللي كان يرسلها التنظيم لمختلف محافظات العراق. نبدأ بأول جزء من العمل وهو القصة والسيناريو. القصة هي واحد من أكثر الشغلات الأساسية وأهمها، فهي اللي على أساسها ينبني العمل السينمائي. فالأفكار الخيالية دائما تلقى بيها شيء من التكرار، خصوصا بأعمال هوليوود بآخر سنوات، لكن القصص الواقعية دائما تتميز، وهذا كان واحد من أكثر الأشياء اللي ميزت مسلسل النقيب لكونه عمل أصلي. طريقة سرد الأحداث كان جيد جدا، فقصة مسلسل النقيب ما تعتمد على الأكشن أو الدراما المبالغ بها، إنما تعتمد على الإحساس وعلى الواقعية وعلى التفاصيل الصغيرة. فالكاتب هنا ما يخليك تتشتت بحوارات عميقة، لكن يخليك مركز، لأن ممكن كل كلمة تكون مفتاح الفهم أعمق للقصة والأحداث. أما من سلبيات السيناريو، فكان اكو ضعف في بعض الحوارات اللي ما أخذت بس جزء قليل يكاد أن لا يذكر، لكن أنا أذكر هاي التفاصيل حتى يزيد الاهتمام والتحسين بالمرات القادمة. الشخصيات والتمثيل. شخصيات المسلسل مكتوبة بعناية، فالكل عنده دوافع وأخطاء ولحظات ضعف، وهذا الشيء خلى التمثيل برز، لأن الممثلين اضطروا يقدمون شخصيات حقيقية متناقضة وقريبة من الواقع. أداء الممثل الرئيسي حيدر أبو العباس شخصية حارث السوداني كان ممتاز، فأداءه كان صلب وهادئ بدون كثرة حركة، وأغلب الوقت كانت نظراته اللي تحكي. وهذا النوع من الأداء صعب يضبط إلا إذا كان الممثل متقمص الشخصية بشكل ممتاز وفاهم الشخصية من الداخل، لذلك أحييه على هذا الأداء الرائع. الشخصيات الثانوية ما تقل أهمية، فكل شخصية كان إلها وزنها سواء بالسيناريو أو بالمشاعر اللي تنقلها. من سلبيات التمثيل، بعض الشخصيات الثانوية بدون ذكرهم كان عندهم ضعف بالأداء بشكل ملحوظ، لكن ما كان له تأثير كبير على المسلسل لأن أغلب الشخصيات كان أدائهم ممتاز. الإخراج والتصوير، وهذا يعتبر من أهم الأجزاء بالعمل الفني واللي له تأثير مباشر على المشاهد، لأن هذا الجزء مسؤول عن تحويل السيناريو إلى صورة نشوفها، وهذا الجزء توفق ببعض الأحيان وأخفق ببعضها. فكان الضعف الأكبر اللي لاحظته بالمسلسل كان سببه هو الإخراج والتصوير. وحتى لا تفهمون كلمة الأكبر بشكل خاطئ، فتقييمي للإخراج والتصوير هو 6 من 10، لكن بنفس الوقت ما نعرف السبب الحقيقي وراء هذا الضعف، لأن مثل ما تعرفون نواجه مشاكل إنتاجية هواي بالإنتاج الفني العراقي، سواء من ضيق الوقت أو قلة الميزانية، وممكن يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء هذا الضعف. لذلك ما انطيته أهمية كبيرة، لأن قصة المسلسل والسرد مغطية على هاي التفاصيل، وما راح يلاحظها بس المحنكين والمشاهدين اللي عندهم خبرة سينمائية. وبنفس الوقت وللأمانة وتعرفون أنا صريح بالنقد وما أجامل، بس أول مرة أتابع مسلسل عراقي وأنا مندمج بالأحداث، وانتظر بترقب حتى أشوف شنو راح يصير، وأتابع حلقة بعد حلقة بنفس الوقت بدون رأس. طبعا غالبا الأعمال المملة اللي أتابعها أخلي يم سناكات حتى آكلها حتى ما أحس بمرور الوقت والتهي بيها، بس هذا الشيء ما سويته ويا مسلسل النقيب لأنه كان عمل ممتاز ومشوق. وبالنهاية أهنئ فريق الإنتاج على هذا العمل الرائع، وانصحكم بقوة انكم تروحون تشوفون هذا العمل اللي مليان اثارة واحداث مشوقة وواقعية. فانت من دا تشوفه راح تخلي ببالك انه هذا صار بشكل حقيقي مو مجرد سرد خيالي. وتخيل صعوبة الموضوع انك تبقى على طبيعتك بنص اعدائك. واكيد لا تنسون ذكر الرحمة شهداء العراق الابطال اللي بفضلهم احنا عايشين بسلام حاليا، واللي كل قصصهم تستحق انها تكون اعمال سينمائية نفتخر بيها. وطبعا للتنويه، ومثل ما اقول كل مرة، أنا أذكر السلبيات مو للتسقيط، إنما حتى نحسن من جودة أعمالنا ونخلي أعمالنا تكون عالمية. تابعت المسلسل؟ لو بعدكم كتبوا لي رأيكم بالتعليقات. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد يخص السينما. تقدرون تتابعونا على باقي المنصات حتى نخلي عائلتنا السينمائية تكبر أكثر وأكثر. كان وياكم حسين رسن، وهذا برنامج فيلمينو، وأكيد لا تنسى تو انجوي.